هذه هي ملكة محمد أوفقير، كاتبة مغربية تزادت في مراكش في 1953. هي بنت الجنرال محمد أوفقير وفاطمة الشنة. ملكة هي الكبيرة في خوتها اللي هما عبد اللطيف، مريم، ماريا، سكينة ورؤوف. الوالد ديالها كان شخصية مهمة بزاف في المغرب ما بعد الاستقلال، كان في الجيش الفرنسي أيام الاستعمار، ومن بعد الاستقلال لأنه فرنساوي استعماري فكرا وعقيدة وممارسة. جروا عنده الحسن الثاني بحال بزاف د الخونه اخرين، وداروا هو اليد اليمنى ديالو باش كان تيقمع ويصفي المناضلين والمعارضين، حتى ولا وزير الداخليه ووزير الدفاع ورئيس الاركان ديال القوات المسلحه. الا ان النهايه ديال علاقته بالحسن الثاني كانت كارثيه، لانه من بعد ما صدقاتش ليه المحاوله الانقلابيه اللي دار في 1972 صفاه الحسن الثاني بقرطاسه في الراس، وبدا تينتقم ليه من ولادو وفاميلتو، وخدا ليه اي حاجه كانت تيملكها. عاشت ملكة أوفقير وعائلتها ظروف قاسية ما يمكنش يتخيلها الإنسان اللي ما جربهاش، وواخا ما عندهم حتى ذنب في اللي دار الوالد ديالهم، إلا أنه تحكم عليهم بالإقامة الجبرية، ومن بعد رماوهم في المعتقلات السرية 15 عام حتى خرجوا في 1991 بواسطة فرنسية، إلا أنهم رجعوا للإقامة الجبرية. وفي 1996 هاجرت ملكة مع خوتها لفرنسا، وأمهم مشات لكندا. ملكة وخوتها دخلوا المسيحية من بعد ما كانوا مسلمين، وقالت في الكتاب متاعها اللي سميتو حياة مسروقة أنها اختارت الكاثوليكية لأنها ما لقاتش في الإسلام شي حاجة تفيدها. وفي 1998 تزوجت من إيريك بوردروي في باريس. القصة ديال ملكة أوفقير كانت مصدر إلهام لبزاف د الناس من أجل الدفاع على الحقوق ديال السجناء السياسيين في المغرب.